العاشرة مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. معكم فيها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مناقشة لوائح وقوانين السلامة الغذائية في دباروا. اختتام منافسات المجموعة في بطولة سيكافا. مناورات بحرية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا. روسيا تختبر صاروخين انطلقا من غواصتين في بحر بارنتس. والإعصار بايلو يلغي رحلات ويغلق مؤسسات ومدارس في جنوب تايوان. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية صباح يوم أمس 24 من أغسطس الجاري دفعة جديدة من طلابها بمختلف التخصصات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل قاسم أحمد. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 24 من أغسطس الجاري في مراسم جرت بساحة جامعة أسمر 677 طالب، منهم 41% طالبة، حيث تخرج 60 طالب بدرجة الدكتوراه و13 بالماجستير و207 بالبكالوريوس و397 بالدبلوم. وقد تخرج الطلاب بمجالات الصحة العامة وطب الأسنان والمهن الصحية الفنية، مثل علوم المختبرات الطبية والصيدلة السريرية وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وطب الأشعة والتمريض، طب الولادة والعناية المكثفة، وعلم التخدير للصحة العقلية وتمريض العيون والبصريات وعلاج الأسنان والصيدلة، إضافة إلى الصحة العامة. وذكرت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في الكلمة التي ألقتها أهمية تقدم وتطور المجال الصحي في ازدهار البلاد، وانطلاقا من هذه الأهمية عملت الحكومة الإريترية ولا زالت تعمل مانحة التوزيع العادل للخدمات الصحية الاهتمام الأكبر، كما تعطي أيضا مهمة تطوير الموارد البشرية الأولوية القصوى. نتي منغستي إريترا تلمو زلو درجات عناوي معبالة. أوصي أن تعملوا بوفاء وإخلاص لتنفيذ البرنامج الصحي الذي شرعت فيه الحكومة الإريترية لتحقيق نجاحات صحية ملموسة من جهة، ومن جهة ثانية تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي المعروف بالبرنامج الصحي المستدام، وعلاوة على ذلك أن تسعون جاهدين لبناء وطن مزدهر يتمتع بالسلام والرخاء والازدهار. سلام زسفنا رفتا زعسلا هاجر كونت نمقبال إجاوكم كتبركتوا اللابو. وقالت الوزيرة أمينة نور حسين بأنها تتوقع من الخريجين تنفيذ المسؤولية الملقاة على كاهلهم بنجاح. من جهته قال عميد كلية أوروتا الصحية للطب والعلوم الصحية البروفيسور يماني سيوم إنه ابتداء من العام الماضي تم دمج مدرسة أوروتا للصحة العامة وطب الأسنان وكلية أسمر للعلوم الصحية في كيان واحد، وهذا التخريج يجري للمرة الأولى بعد عملية الدمج تحت مسمى كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية، إلا أن كل منهما ظلت تخرج للمرة 9 و11. وأوضح البروفيسور يماني بأن كلية العلوم الصحية خرجت حتى الآن إضافة إلى خريجي هذا العام 4175 مهنيا صحيا، فيما خرجت مدرسة أوروتا للطب العام وطب الأسنان 380 مهنيا صحيا. من جانبه أوضح ممثل الخريجين بأنهم حققوا هذا النجاح الباهر بفضل استثمار الحكومة الضخم في هذا المجال ورعاية الآباء واهتمام المعلمين العالي، متعهدا بتعزيز دورهم وبذل جهود حثيثة لتحقيق الهدف المنشود. وقال الخريجون الذين التقت بهم وكالة الأنباء الإريترية إرينا إن تطور مشاركة الإناث الملموس في كافة المجالات التعليمية عامة وخاصة المجال الصحي يبرز مدى تحضر المجتمع المدني، مناشدين للدفع بهذه المشاركة قدما. وفي الختام أدى الخريجون القسم لتقديم خدمات صحية عالية الجودة مستفيدين من المعرفة المكتسبة. ازدادت نسبة مشاركة الإناث في مائدة التعليم في كل من المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحتى التعليم العالي عاما إثر آخر، وهذا إن دل إنما يدل على تطور مجتمعنا وتحضره، لكن هذا ليس كافيا وإنما يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحقيق الأهداف المنشودة.
كنزي يكون النيرو تقدم داتا ما حي شيء خير الله جناهم بزح سرح قد لي النايم إذا ترى أقول يكونن بحجون كم عبالات إنا نتسبين مالتي تفعل لي زوباتات ممتع ويزفت تفعل لي زوباتات أبو ممدابسي. إن القدوم للدراسة مع طلاب الأقاليم المختلفة والتوزيع بعد التخرج في الأقاليم يساعد على تعلم ومعرفة الكثير من الأمور المفيدة، فضلا عن تعلم لغات متعددة وتبادل الأفكار والثقافات ما بين الطلاب. فمثلا إذا قدم الطالب من إقليم القاشبركة أو إقليم آخر ودرس في أسمرة ومن ثم تم توجيهه للعمل في إحدى الأقاليم، سيكتسب المزيد من الخبرات والقيم التي تساهم في تمتين الوحدة الوطنية. حدا هاجر مخانوسي توننات ينقر على مالك. أفتي برتاو أسي دك أنستيو معارضك تبعتيو خوينن نتي إرتران خمس جبرو توفاي النت. إن مشاركة المرأة الإريترية أخيها الرجل في فترة الكفاح المسلح لعبت دورا كبيرا في تغيير رؤى المجتمع وتقدمه، وفي الوقت الحالي نجد المرأة باتت تعمل كموظفة في كافة المؤسسات الحكومية وتنجز أعمالا بناءة ونموذجية، وأن مشاهدة المجتمع المدني هذه الإنجازات ساعده لإدراك مدى أهمية المرأة في جميع الأعمال. ففي الماضي كان يعتقد المجتمع أن مواصلة الفتاة دراستها الأكاديمية يضيع فرصتها في الزواج، ولكن في الوقت الحالي أدرك الجميع أهمية التعليم وبدأوا يشجعون الإناث بالبلوغ على المراتب في العملية التعليمية. مناتوس ماسترز قال ستيتي خدمة هارسي مرعى حالفا قليلو يحسب نيرو لو مجن نزيادة مرتنا كتل كمان يتوابع كاي مالك. نزع عدل هبني من كسيرتها 5 جنيه. أشكر الحكومة الإريترية التي أتاحت لي هذه الفرصة، كما أقدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لمساعدتي حتى أصل إلى هذه المرحلة، حيث عملت في الماضي لفترة طويلة بهذا المجال كمدرس ومقدم للكورسات، وأن تخرجي بدرجة الماجستير يسرع من وتيرة التقدم في المجال ذاته، وأتعهد لخدمة الشعب ووطني بوفاء وإخلاص. وستخلي مخانو قلت نهز بيرما جيت غلابانت كغلغل المخاني قالات. وفي الختام أدى الخريجون القسم لتقديم خدمات صحية عالية الجودة مستفيدين من المعرفة المكتسبة. نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في 23 من أغسطس الجاري بمدينة دباروا لقاء لمناقشة قوانين ولوائح تخدم عملية تنفيذ ومتابعة السلامة الغذائية. وفي اللقاء الذي شارك فيه خبراء زراعيون أتوا من 5 مديريات في الإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة ووحدتي القانون والنظام في المديريات والمزارعين النموذجيين وأعضاء جمعية أنتاج الألبان واللحوم والبيض وغيرهم. قدم الخبراء توضيحا مفصلا حول رعاية وحفظ الغذاء والاستفادة من الكيميائيات وأدوية ضد الآفات بالنظر إلى السلامة. وأشار مسؤول مكتب خدمات الرقابة الإقليمية في الإقليم الجنوبي الشاب تسفى سلاسي تسفى ميكائيل إلى أن الهدف من اللقاء هو رفع معرفة ووعي المزارعين الناشطين في إنتاج الغذاء واللحوم والألبان وتأمين سلامة الغذاء، مناشدا إياهم للتقيد بالمسؤولية. وذكر الخبراء في هذا المجال بأن تلوث الطعام يعرض للإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان، وأوضحوا مستشهدين بأمثلة واقعية عن وفاة أكثر من 2.2 مليون شخص سنويا في العالم في الوقت الحالي، أغلبيتهم من مواطني العالم الثالث. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة أهمها إجراء رقابة مشددة على الأدوية والمعلبات من المأكولات والمشروبات الداخلة إلى البلاد من دول الجوار بطريقة غير قانونية، فضلا عن ضرورة إجراء فحوصات جيدة للذبائح التي توزع على المواطنين. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف الدول ب5600 يورو و3300 دولار أمريكي لصالح أسر الشهداء. ووفقا للمعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، تبرعت الجالية الإريترية في مانهايم الألمانية وضواحيها ب2000 يورو لصالح أسر الشهداء، كما تبرع الإريتريون في مدينة كاسل وضواحيها ب1400 يورو، وجالية الصمود الإريترية في مدينة فورسهايم وضواحيها ب1000 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء، إضافة إلى مواطن يعيش في هولندا تبرع ب1200 يورو لرعاية أسرتين من أسر الشهداء. كما تبرعت الجالية الإريترية في بيروت اللبنانية ب3300 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. اختتمت اليوم جولة المجموعات من منافسات بطولة اتحاد وسط وشرق أفريقيا سيكافا لما دون 15 عاما التي افتتحت في 16 من أغسطس الجاري باستضافة مواجهتين. وجمعت المواجهتين بين منتخبي أثيوبيا وتنزانيا وكذلك منتخبي رواندا وأوغندا.
وفاز المنتخب التنزاني على المنتخب الأثيوبي اللذان أكدا خروجهما مسبقا من المنافسة ب3 أهداف لهدف. وتغلب المنتخب الرواندي على المنتخب الأوغندي اللذان أكدا عبورهما مسبقا إلى دور الأربعة ب3 أهداف نظيفة. وتأهلت منتخبات بوروندي وكينيا ويوغندا ورواندا إلى دور الأربعة. وتتواصل منافسات بطولة سيكافا يوم الأربعاء المقبل بعد فترة الاستراحة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنظم في سبتمبر القادم مع 10 دول واقعة في جنوب شرق آسيا مناورات بحرية مشتركة غير مسبوقة في إطار الصراع على النفوذ في المنطقة بين الأمريكيين والصينيين. والبحرية الأمريكية هي تقليديا القوة البحرية المهيمنة في المنطقة، ويأتي تعزيز الوجود الأمريكي في هذه المنطقة في وقت تشهد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تصعيدا جديدا. وشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أغسطس الجاري في قمة إقليمية مع الدول ال10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بهدف الترويج للاستراتيجية الأمريكية لمنطقة الهند المحيط الهادئ التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب. وتسود أجواء من العداء الشديد بين واشنطن وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي الذي يطالب عملاق آسيا بسيادته على كامل جزره تقريبا لما يعتبره مبررات تاريخية. وسيتم إطلاق هذه التدريبات من قاعدة بحرية في شرق تايلاند، وستجرى بشكل أساسي قبالة السواحل الجنوبية لفيتنام بحسب السفارة. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن موسكو اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس ضمن تدريب قتالي. وذكرت الوزارة أن الصاروخ سينيفا العابر للقارات والذي يعتمد على الوقود السائل انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة يوري الصاروخ بولوفا، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقودا صلبا. وأضافت أن الصاروخين بلغا هدفيهما بأحد مواقع تدريب في منطقة شبه جزيرة كامتشتاتا في أقصى شرق روسيا. تأهبت تايوان للإعصار بايلو بإغلاق مؤسسات ومدارس في حين ألغى شركات الطيران مئات الرحلات وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع أمواج البحر. وواصل الإعصار إلى اليابسة في مقاطعة بينغ تونغ الجنوبية محملا برياح سرعتها 137 كيلومترا في الساعة. وصنفته هيئة الأرصاد الجوية في تايوان عند أضعف مستوى من الأعاصير. ونقل مئات إلى أماكن آمنة في حين ألغيت أكثر من 350 رحلة جوية. ونشرت السلطات نحو 34 ألف جندي في الجنوب وسط مخاوف من حدوث فيضانات. وهذه أول عاصفة تصل إلى اليابسة على الجزيرة منذ أكثر من عامين، وقد تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرابة 30 ألف منزل وفي فيضانات بجنوب البلاد. فشلت المركبة الفضائية الروسية سويوز والتي تحمل فيدور، وهو أول روبوت بملامح بشرية، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية وفق وكالات أنباء روسية. وبعد أن فشلت عملية الالتحام اضطرت المركبة إلى إعادة تشغيل المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية وفقا للوكالات. كما انقطع البث المباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عندما كانت سويوز على بعد 100 متر من المحطة. نهاية نشرة الأخبار لهذا المساء. مشاهدينا الكرام، قدمتها لكم من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء.